بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندك أسباب تعطل عداد البنزين. عداد البنزين في الطبلون عندك إذا كان خربان لها أسباب. إيش اللي يخربه وإيش اللي يعطله؟ طبعا من الأسباب اللي يعطل لك عداد البنزين، وهو أول سبب المفروض أنك تفحصه، اللي هو تلف الفيوز الخاص بالعداد حق البنزين. تيجي علبة الفيوزات، تفحص الفيوزات، في فيوز خاص لعداد البنزين تتأكد منه، إذا ضارب تغيره ويشتغل معاك عداد البنزين في الطبلون. أول سبب اللي هو تلف فيوز عداد البنزين في علبة الفيوزات. طيب، المشكلة الثانية أو السبب الثاني اللي ممكن يعطل لك عداد البنزين، واللي هو وجود عطل في العوامة اللي في بالتانكي. إذا كان العوامة اللي بالتانكي، تعرف العوامة نفسها إذا عبيت بنزين ترتفع ويبدأ يشتغل معاه العداد. إذا العوامة هذه خربت، وين تيجي عند طرمبة البنزين في التانكي. إذا خربت العوامة بتصير طايحة على طول، تعبي ما راح ترتفع، الامبير حق البنزين على طول بيكون طايح. هذا السبب الثاني. السبب الأول اللي هو عطل في أحد الفيوزات الخاصة بعداد البنزين، وجود عطل في العوامة اللي تيجي في طرمبة التانكي، في العوامة اللي في التانكي. ثالث سبب اللي هو تآكل في الأسلاك حقت العوامة. تآكل في الأسلاك حقت العوامة. طبعا العوامة يجي لها فيش ولها أسلاك. نفس الفيش هذا، أنا فكيت كذا سيارة، يوم أفك الفيش ألاقي فيه حرق، تآكل، مسبب ماس أو شيء. فأما يكون من نفس الفيش، أو من نفس الفيش اللي على العوامة، أو الفيش اللي ينشبك على العوامة، في أسلاك تتجه من فيش العوامة لين عندك في الطبلون وفي العداد. تتبع السلك هذا لا يكون فيه جروح أو شيء. كذا عرفنا أسباب تعطل عداد البنزين. أعيدها وأكررها من جديد: تلف في واحد من الفيوزات الخاصة بعداد البنزين، وجود عطل في العوامة بالتانكي، أو تآكل في أسلاك حقت العوامة. ويا مرحبا وحياكم.